بحيي اللعيبه في الشوط الثاني على اصرارهم، لكن كل اللي عمله ربنا عشان خاطر الجمهور ده وتعب الجهاز واللعيبه والاداره طبعا. الشوط الثاني يمكن تغيير في اداء الزمالك بالمره، اداء سيطره على الشوط الثاني، 3 اهداف اكثر من رائعه لنادي الزمالك. ما اعرفش انتوا بقى تحللوها، انتوا تحللوها ايه اللي بيحصل؟ حصل للحكام ايه اللي بيحصل؟ لما زي ما انتوا في الشوط الاولاني كده طالع مغلوب 1-0، اكيد طلعتوا قلتوا حسام وحش 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 وحش. في الشوط الثاني بقى اكيد هتقولوا ان في حصل حاجه اللي بينقض او اللي بيحللوا هيقولوا، لكن انا بشتغل في شغلي بس وبتكلم على لعيبتي وبغير تغييراتي وواثق في لعيبتي كلها الصغير والكبير بس. ايه رايك في تحكيم النهارده؟ تحكيم يعني بتكلميني على اساس ان يعني انا مش بنقد حكام، بس احنا انت راضي على تحكيم النهارده؟ لا بس لا 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 انتوا راضيين؟ الجمهور راضي؟ يبقى الجمهور انا مش راضي تماما. انت اثبتت ان الكبير كلام محترم اهو، مش راضي تماما على اللي بيحصل. ترشيحك لتدريب المنتخب القومي يا كابتن حسام حسن، ترشيحك اتقال ان الكلام كتير بيتقال ان الكابتن حسام حسن مرشح والنهارده الكل قال هم انتوا في القناه المفضيه بتاعتكم قلتوا مدرب وطني. وانت وطني جدا يا كابتن حسام طبعا. ما انت قلت مدرب وطني انت ورشحت. مدرب قدير يا كابتن حسام والكل بيشهد بكفاءتك الفنيه قبل اسمك وانجازاتك. ده عظيم، وبقول لك كابتن حسن شحاته قدم عليه وعمل انجازات خارقه ومع زي مع كابتن جوهر والف شكر على اللي عمله، وهو رايح نفسه من كل اللي بيحصل حواليه. لو اتعرض عليك يا كابتن حسام، لو اتعرض عليك مش لما اكون مدرب وطني، انتوا عاملين ترشحوا، القنوات بتاعتكم بترشح مدرب وطني، انا ما حدش جاب سيرتي فانا مش مدرب وطني.